السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. كل سنة وانتم طيب، كل سنة وانتم طيبين بمناسبة السنة الجديدة، وبهني اخواني المسيحيين عيد سعيد عليكم. النهاردة هنعمل مع بعضينا المقرمشات اللي احنا بنشتريها من الفرن، اللي هي بتسمى بالعيش السوري. يلا نسمي بسم الله ونقول معايا نص كيلو دقيق نخليها نطلع منه الهواء، كوباية معلقة كركم كبيرة، معلقة سكر كبيرة، ومعلقة نشا عشان تدينا هشام خلي المقرمش، معلقة صلصة كبيرة، حط ربع معلقة صغيرة ملح عشان المقرمشات بتاعتنا حادقة، معلقة بيكنج باودر صغيرة، معلقة خميرة كبيرة فورية، اقلب المكونات الجافة مع بعض، نص كوباية سمنة على زيت، اقلب خلط السمنة مع الدقيق. معايا هنا كوباية مية دافية، بسم الله نحط المية بالتدريج. متفقين كل دقيق بيختلف عن التاني، ممكن اخد الكوباية، ممكن احتاج اكتر من الكوباية. رجعت لكم تاني بعد ما خلصت العد في الفاصل. احنا متفقين ان كل دقيق بيختلف عن التاني. خدت كوبايه زي دي ميه و3 معالق من دي، في الفاصل حطيت 3 معالق ميه من دي. شايفين حضراتكم العجينه ملمسها عامل ازاي؟ انا دلوقتي هشكلها على قطعتين، وهسيبها ترتاح واغطيها بكيس تلاجة مدة 10 دقايق عشان لما نيجي نفردها مع بعض تتفرد معايا على طول. مش هسيبها تخمر، انا هسيبها بس ترتاح. نحطها في التلاجة بعد 10 دقايق ننزل مع بعض نشكلها. ورجعت لكم تاني بعد العجينه بتاعتنا ما ارتاحت زي ما حضراتكم كده شايفين. هنفرد كيس تلاجة من تحت زي ما حضراتكم كده شايفين. فردت كيس تلاجة من تحت، حطيت قطعة العجينة، هحط واحد من فوق. نفرد كده حضراتكم بايدينا الاول، نفرد بالنشابة. احنا عاوزين ملمسها ميكونش سميك، عايزينها رفيعة عشان لما نيجي ندخلها الفرن تستوي على طول، لما نيجي ناكلها تبقى ناشفة معانا ومقرمشة. شايفين حضراتكم السمك بتاع العجينة بتاعتنا. خلاص نشيل كيس التلاجة، نقطعها كده.
ممكن حضراتكم برضك تقطعوها بالسكينه، مفيش اي مشكله. اللي ما عندوش قطعه ديت يقطعها بالسكينه، مفيش اي مشكله. ورجعت لكم تاني بعد ما خلصت قطعت بقت القطعه وحطيتها في الصاج. ممكن برضك تقطعوا بالقطعه ديت، تدي برضك شكل منظر حلو. الاولاد تحب المنظر ده، بيشجعهم هنخليهم ياكلوا. احنا هنزينه مع بعضينا. انا معايا هنا حبه البركه، ومعايا هنا سمسم. انا بقى هكمل بقيه الكميه واما يستوي هرجع اوريهولكم. انا رجعت لكم تاني عشان حضراتكم انا نسيت اقول لكم ان لازم يدهن وشه بلبن. انا حطيت في اللبن ده معلقه سكر ونص كوبايه لبن، عشان لما نرش التزويق بتاعنا على الوش يلزق. ورجعت لكم تاني بعد ما طلعنا المقرمشات او العيش السوري البوتاجاز بعد ما استوت. شايفين شكلها حضراتكم عامل ازاي؟ بصوا سامعين صوتها؟ بصوا طيب، شايفين حضراتكم سامعين صوتها؟ شايفين بالنص كيلو دقيق عملنا الكميه دي كمان اللي انا عملتها معاكم المنظر القلب. شايفين حضراتكم شكلها تحفه. من نص كيلو دقيق عملنا الكميه حضراتكم اللي انتوا شايفينها ديت. ينفع تفطري بيها الصبح شاي بلبن، تقعدي قدام التلفزيون تتسلي. حاجه بسيطه ما كلفتناش كتير. شوفوا لو هتجيبوا الحاجه دي من الفرن شوفوا هتجيبوها كام. احنا عملناها من نص كيلو دقيق، عارفين طبعا احنا عاملينها ازاي نضافه، عاملينها بايدينا. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير. لو لسه اول مره بتشوفوني اشتركوا في القناه. لو عندكم اي سؤال اكتبوا لي في التعليقات. اشوفكم في فيديو جديد باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله.